ازاي تقدر تفتكر اي حاجه بطريقه اسهل؟ لو انت حد بينسى اسمه زي كده الفيديو ده هيكون مفيد جدا ليك، علشان هيساعدك تفتكر اي حاجه بطريقه اسهل. زائد ان في حاجه بقى، في حاجات معينه بتحصل لنا فبتلنك بحاجه معينه فبتفضل فاكرها على طول. مثلا لما سمعت كلمه، شفت حاجه قدامك، سمعت كلمه بطريقه عبيطه شويه، مثلا صوت غريب شويه، ففضلت فاكرها على طول. حاجات بتحصل صدفه بس احنا مش بنبقى مدركينها وما بنبقاش عارفين ايه اللي حصل بالظبط، ففضلنا معلقين الحاجه دي في دماغنا على طول، او معلقين الكلمه دي في دماغنا على طول. في الفيديو ده انا هقول لك ايه اللي بيحصل بالظبط وازاي انت تقدر تعمله علشان تخلي اي معلومه او اي حاجه انت عايز تفتكرها عموما تثبت في دماغك وما تقعش. حاول تكمل الفيديو للاخر علشان هيفرق معاك جدا في الموضوع ده. قبل ما نبدا بقى، في اول حاجه، لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب يا ريت تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، ولو انت بتحب النوع ده من الفيديوز. انا دلوقتي بقى هقول لك 6 طرق هيساعدوك على الموضوع ده، هيساعدوك تفتكر اي حاجه، او هيساعدوك ازاي لو في حاجه معينه انت مش عايز تنساها تعمل ايه علشان ما تنساهاش. لكن انا اللي عايز اقوله لك ان انت مش شرط ان ال6 حاجات تفضل حافظهم او تحط ستريس على نفسك ان انا لازم اعمل ال6 حاجات دول علشان ما انساش حاجه بقى. لا، انت ممكن تعمل حاجه واحده منهم او حاجتين، او اللي ينفع معاك، اللي تحس ان هو منطقي بالنسبه لك وشغال معاك وينفع معاك، هو ده بيبقى كافي. مش كل حاجه لازم نعملها بيرفكت ولازم تعمل بقى كل 6 حاجات ورا بعض علشان تبقى بتنسى، او سوري ما بتنساش يعني. لا، مش لازم تعمل كده. انت شوف ال6 حاجات وشوف اللي هيعجبك منهم وشوف الاسهل منهم واعمله وجرب. اول حاجه هي النيمونكس. ايه بقى النيمونكس دي؟ النيمونكس دي ان اي لستة حاجات انت مش قادر تحفظها بتفتكرها بكلمه. الكلمه دي مكونه من حروف، كل حرف فيها بيكون اول حرف من الليسته دي. يعني الليسته مثلا فيها 5 كلمات، فانت كده هتعمل كلمه ب5 حروف. كل حرف في الكلمه دي هو اول حرف في ال5 كلمات اللي هم بتوع الليسته دي. صوره تانية من النيمونكس مثلا في الماركتنج في حاجه اسمها ماركتنج 5 بيز. لو انا جيت قلت لك ان الماركتنج فيه 5 حاجات مهمين جدا، اللي هو البرودكت والبليس والبروموشن والمش عارف ايه والحاجات دي، هتبقى حاسس ان هي لسته انت مضطر تحفظها، او يعني فيها حاجات مبعزقه. بس لما اجي اقول لك ماركتنج 5 بيز، شفت بقت احلى شويه، هتبقى مربوطه في دماغك بفكره احلى شويه. اللي هو انا عندي 5 كلمات، كل كلمه في ال5 كلمات دي بتبدا بحرف البي، فانا عندي حاجه اسمها ماركتنج 5 بيز. الحاجه دي مهمه جدا. 5 بيز دول ايه؟ اللي هو كذا وكذا وكذا. هيبقى اسهل بالنسبه لك ان انت تحفظه. فحاول تستخدم النيمونكس علشان دي حاجه بتخلينا نحفظ حاجات كتير اصلا من غير ما احنا ناخد بالنا. مثال تاني على اللي انا قلته في الاول، اللي هو ازاي تحط كلمه فيها اول كل حرف من مش عارف ايه. في مثلا قاعده حلوه جدا اسمها كيس. ولا كيس مش اللي هي البوسه، هي نفس السبيلنج على فكره، نفس الحروف، بس هي معناها ايه؟ keep it simple stupid. بتتقال احيانا مثلا على الكونتنت كرييشن او صناعه المحتوى، اللي هو خلي المحتوى بتاعك بسيط جدا، بسيط بغباء يعني، اللي هو keep it simple stupid. فببساطه انا لما هقول كيس انا هبقى فاكر بقى ان ده هنا كي اللي هو keep، اي اللي هو ات سمبل، اس ستوبid، اس برضه. فهي دي النيمونكس، حاول تستخدمها هتفرق معاك كتير. تاني حاجه بقى هتفرق معاك كتير في ان انت ما تنساش حاجه هي الفيجواليزيشن. حاول تربط اي حاجه انت بتسمعها وعايز تحفظها بصوره معينه. اي حاجه ممكن تتقال اصلا هيبقى في دماغي صوره، وفي دماغك صوره مختلفه، وفي دماغ محمد صوره مختلفه، ايا كان. الفكره ان انت خليك واعي للحته دي وانت بتسمع اي حاجه انت عايز تحفظها. حاول تتخيل في دماغك بس صوره ليها، وكل ما هتحط في الصوره دي خيال اكتر، وكل ما هتحط في الصوره دي اصلا ان انت مركز فيها اكتر، كل ما ده هيسهل عليك اصلا فكره ان انت ما تنساهاش، وفكره ان انت تفضل فاكرها على طول. ثالث حاجه انك تربط اي معلومه جديده انت بتاخدها بحاجه غريبه شويه. برضو ده بيعتبر شويه فيجواليزيشن، او ان انت بتتخيل حاجه معينه، بس ده بيكون ان انت بتتخيل حاجه غريبه شويتين. يعني ايه حاجه غريبه؟ على سبيل المثال احنا مثلا لو عايزين نقول ان الكربون دايوكسيد او ثاني اكسيد الكربون بيتفاعل مع الفسفور. انا طبعا ما اعرفش الهبل ده حقيقي ولا لا، انا ملوش اي علاقه بالواقع، انا ما بفهمش في الكيمياء وبهرتل دلوقتي، بس بدي مثال عشان اوضح الفكره يعني. فانا هتخيل ان في حاجه سودة خبطت في حاجه فسفوري، ولما خبطوا في بعض طلعوا دخان لونه فسفوري مثلا. فهي حاجه ملهاش علاقه بالواقع قوي، ملهاش علاقه بالكربون دايوكسيد والفسفور، بس هي حاجه مربوطه اصلا في دماغي بان الكربون دايوكسيد ده كربون، ممكن يبقى اسود او مايل ناحيه الاسود، مع انه في الحقيقه غاز يعني، انا ما اعرفش لونه ايه حقيقه، بس ده اللي مربوط فيه بدماغي ان هو الكربون دايوكسيد ده اسود. طب الفوسفور فسفوري، اي هبل بقى. بس هي الفكره ان هي حاجه غريبه مربوطه بمعلومه موجوده اصلا في دماغي ان الفسفور فسفوري، انا اللي عارفه عنه يعني. فما هيخبطوا في بعض هيبقى حاجه سوداء وحاجه فسفوري، هتعمل سموك بقى وهتعمل دخان فسفوري. فغالبا كده مش هنسى خالص ان الكربون دايوكسيد او ثاني اكسيد الكربون بيتفاعل مع الفسفور. طبعا هاكد عليك تاني ان دي مش معلومه، ده اي هبل انا قلته دلوقتي علشان اقول لك الاكزامبل او المثال. المهم ان انت حاول تربط اي حاجه موجوده اصلا او اي حاجه انت عايز تحفظها بحاجه انت عارفها قبل كده، او حاجه غريبه، مشهد غريب تفتكر
تفتكروا بيه على طول. رابع حاجه ومن اهم الحاجات اللي بتحفظك اي حاجه في الدنيا، وهي حاجه بديهيه قوي الصراحه بس احنا مش بنبقى مدركين قوتها، التكرار. انت مهما حاولت تحفظ اي حاجه مفيش حاجه هتحفظها لك زي ما انت تفضل تكررها على ودنك بقى، حاجه تفضل تكتبها كتير ايا كان. يعني زمان لما كانوا المدرسين بيخلونا نكتب حاجه 10 مرات او الصفحه كلها، يعني الموضوع كان بيبقى رخم بالنسبه لنا، بس الحقيقه ان هو في الاخر كان بيحفظنا يعني الحاجه دي. فالتكرار عموما في اي حاجه في الدنيا بيحفظها لك. انا واحد بجد اكتر حد بينسى الطرق في الدنيا، اكتر حد ما بيحفظش طرق في حياته، بس الحقيقه ان انا لما بروح مشوار 10 15 مره خلاص بحفظه. في العادي انا مش بحفظ طرق، في العادي مش بعرف الطرق اصلا، ماشي دايما على الجي بي اس او المابس اللي على الموبايل، بس لو في مشوار بروحه كل يوم او بروحه 10 15 مره خلاص عرفته. فالتكرار اكتر حاجه من الاخر بتهاك موضوع الحفظ او موضوع الذاكره ده، اللي هو ده الحل الاكيد يعني. خامس حاجه تقدر تحفظك اي حاجه بطريقه عظيمه، الستوري تيلينج او سرد القصص. اي حاجه عايز تحفظها مهما كانت كبيره حاول تحطها في قصه، حاول انت نفسك تكتب بقى او تتخيل او ايا كان، تكتب على موبايلك حتى قصه بكاركترز او بشخصيات باماكن بكل حاجه فيها الحاجات اللي انت عايز تحفظها. القصه دي هتساعدك كتير قوي ان انت تحفظ اي حاجه انت عايز تحفظها بطريقه اسهل كتير، علشان هي القصه اصلا لوحدها غصب عن اي حد بتربط ما بين كل العناصر اللي انت عايز تحفظها. فبتلاقي نفسك بدل ما انت كنت عايز تحفظ 5 6 7 10 حاجات، انت حفظت حاجه واحده اللي هي القصه اللي انت الفتها دي، والحاجه الواحده دي حفظتك كل الحاجات اللي انت عايز تحفظها بقى خلاص ما تعبتش، سهلت عليك الدنيا كتير من الاخر. ممكن تحسها حاجه هبله بس هي بجد مؤثره جدا، حاول تعملها ومش هتحسها هبله تاني. سادس واهم حاجه فيهم كلهم، ان انت لو الحاجه اللي انت عايز تحفظها ليها تطبيق عملي، حاجه تقدر تحسها بايدك، ضروري جدا ما تكتفيش بان انت بتسمعها بس او ان انت بتقولها بس. فكره ان انت تحفظ حاجه اصلا او ما تنساهاش ده معناه ان الحاجه دي اتثبتت في عقلك اللاواعي. فحاول بقى تثبتها في عقلك اللاواعي، مش بفكره ان انت بس سمعتها كذا مره او كررت على ودنك كتير، حاول تكررها على ودنك وعلى ايدك وعلى نظرك. حاول تخلي كل السنسز او كل الحواس بتاعتك شغاله في الحاجه دي، بتحسها وبتشوفها وبتسمعها وبتلمسها وبتعمل كل حاجه. لما ده بيحصل ده بيساعدك كتير على ان انت تحفظ الحاجه دي، سواء بقى الحاجه دي مهاره معينه انت بتتعلمها، معلومه معينه انت شفت حاجه ليها علاقه بيها ومسكتها في ايدك. فاكر مثلا مثال الكربون دايوكسيد او ثاني اكسيد الكربون والفسفور ده، لو انت فعلا مسكت يعني كتلتين كده اسود وفسفوري، لو هي حاجه يعني ليها تمثيل كده تقدر تمسكه بيها، لو جبت لك مثلا حرف سي واو وجنبها 2 كده ولازقين في بعض باللون الاسود، هتبقى فاكر على طول ان ده كربون دايوكسيد. في حاله ان انت مش عارف ان ده كربون دايوكسيد يعني بتحاول تحفظه. فاللي عايز اقوله لك ان انت اي حاجه انت بتحاول تحفظها حاول تشغل كل حواسك اللي ينفع تشتغل معاها، ده هيساعدك كتير ان انت تحفظ اي حاجه وان انت تثبتها في عقلك اللاواعي. لو انت بتتفرج على الفيديو لحد دلوقتي اعتقد ان هو ممكن يكون عجبك، فيا ريت تعمل له لايك، وشكرا جدا ان انت اتفرجت لحد دلوقتي، وبس كده. السلام عليكم.